بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي أعز الحبايب متابعي مطبخ الهوانم، كتير بنلاقي ولادنا يبعتوا يجيبوا وجبات جاهزة أو سابقة التجهيز زي الستريبس. قلت لهم جربوه من إيديا وشوفوا أنهي أطعم وأوفر وأكتر واحكموا بنفسكم. وطبعا بنعمل في بيتنا حاجتنا بنظافة ومضمونة. جبت نص كيلو صدور فراخ، غسلته كويس وقطعته بالطريقة الحلوة دي شرايح كده بحجم الجمبرياية العريضة، وصفيته كويس قوي لدرجة ان انا جففته بمناديل المطبخ، ودي شروط نجاح الستريبس. بنجيب كوباية دقيق مع كوباية نشا، المقدارين قد بعض، والبهارات عبارة عن فلفل اسود، بابريكا، طبعا بنحط الملح وبنختبر الملح بعد ما بنقلب، توم باودر، كركم، وبصل باودر. عايزينها عادية ولا سبايسي؟ قالوا لا سبايسي. بحط جزء من الشطة دي لأني عاملاها ومجففاها في البيت على ايديا وحامية جدا. المكونات دي في منها لازم نعمل جزء سايل ونسيب جزء جاف، وبنحضره ونخليه جنبنا ساعة القلي. الجزء السايل بنحط شوية حليب، نص كوباية حليب، شوية مية على حسب ما تاخد العجينة علشان بتبقى سايلة وأخف شوية من عجينة الكيك زي ما انتم شايفين قوامها. ودي المكونات الجافة، هي نفس المكونات، وبنجهزها جنبنا لأن بعد ما بنطلع شرايح الصدور من العجينة بنقلبها فيها ونخليها جاهزة على القلي. بنقلب كده ونخليها جاهزة، ولما بنقلي في زيت غزير. دلوقتي بعد ما حطينا شرايح الصدور في العجينة السايلة بنقلبها عشان نغطيها ونحطها في التلاجة من 2 ل3 ساعات عشان تتشرب من البهارات وطعمها يبقى حلو. بالمكونات الجافة بنرش كده وبنبدر طبق أو صينية علشان بعد ما بنطلع الشرايح دي ونقلبها، ما بنطلعها من عجينة وبنقلبها في المكونات الجافة، بنخليها في طبق تجهز عشان القلي. انتوا عايزينها سندوتشات؟ قالوا لا عايزين ريزو. الريزو عبارة عن رز بسمتي او رز مصري، كاتشب، صلصة، نص كوباية زيت على 3 كوبايات الرز، بصل، ومعلقتين سكر صغيرين، وطبعا ملح وفلفل اسود وبابريكا ومكعب مرقة. دلوقتي نص كوباية الزيت بنقلب فيها البصل، مقدار البصل زي ما انتوا عايزين، بصلاية متوسطة أو بصلتين صغيرين. الزيت بيسخن بننزل البصل ونقلبه، وبعد ما يصفر زي ما انتم شايفين بنحط الصلصة والكاتشب. أنا منزلة فيديو بالصلصة، وهنزل إن شاء الله فيديو بالكاتشب والمايونيز وبعض الصوصات الحلوة اللي بتنفع في المطبخ. بعد ما حطينا الصلصة تسبكت شوية، ضفنا مكعب المرقة مع الفلفل الأسود مع السكر والفلفل الأسود وشوية البابريكا طبعا. اتسبكت وغسلنا الرز. دول 3 كوبايات رز، هحط 3 كوبايات وربع زي ما قلت لكم. لما بيكون في معجون أو صوص تقيل مع الرز لازم نزود المية شوية عشان ما ندلوش فرصة يشيط. قلبنا ويغلي ونوطي عليه النار أو نهديها زي الشمعة يتفلفل. الزيت هنا سخن وبنقلي وبنطلع الستريبس. بصوا كريسبي على الآخر وتحفة. ودي سلطة مفرومة عبارة عن طماطم وخيار، ممكن جزر مبشور، بصل، بقدونس، ومعلقة خل تفاح أو ليمون كفاية، وملح. جميلة وطعمة. وده خيار من مطبخ الهوانم. أحلى ريزو. شير ولايك وتفعيل الجرس يا حبايب قلبي.